السلام عليكم على احلى واغلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. هنعمل النهارده ارنب، وهعمل كمان معاه شويه ملوخيه. طبعا مادام في ارانب يبقى ملوخيه بالارانب من غير ولا اي ريحه زفاره نهائي. واللي ما عملش الارنب قبل كده ان شاء الله هيعمله، والاكله ان شاء الله هتعجبه وهيعملها دايما. بس لو اول مره تشوفيني كمل الفيديو معايا للاخر واعملوا مشاركه للقناه. يلا نسمي الله ونشوف عملنا الارنب ده. اول حاجه طبعا هتجيبي الارنب بتاعك وهتغسليه كويس خالص بالملح والليمون والدقيق طبعا، والملح كويس خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط، تخليه يلمع عشان ما يبقاش فيه اي ريحه زفاره خالص. بعد كده الارنب طبعا ليه معامله خاصه وليه طبخ خاص وليه تشويحه خاصه، يعني غير البط والفراخ واي حاجه. هتجيبي كده الطاسه بتاعتك على النار، هتحطي فيها معلقتين من السمنه البلدي، فص كده من المستكه. وعشان الارنب يطلع معاكي تحفه لازم شويه حبشكنات كده فيه تعمليها عشان يطلع معاكي من غير ريحه اي زفاره. اول حاجه كده هتحطي عليه رشه كده كويسه خالص من الفلفل، هتنزلي بالخضار عليه اللي هو جزر، بصل، فصين 3 كده من التوم تقطعيهم وتنزلي بيهم عليهم. هتحطي كده رشه كده بسيطه خالص من الزعتر عشان تودر اي ريحه زفاره معاكي. هتشوحيه كويس خالص خالص بالخضار والحاجات اللي احنا حطيناها بالشكل ده. هتشوحيه من الناحيه دي والناحيه دي بحيث ان هو ياخد لون وتطلع الروايح الحلوه بتاعت الخضار اللي احنا حاطينه فيهم. وبرضو النار هتبقى عاليه، ما تهديش النار عليه. زي كده بالظبط هيطلع معاكي احلى ارنب ما فيهوش اي ريحه زفاره نهائي، لانه هو بيختلف عن الفراخ بصراحه. عايز يتعمل معامله خاصه عشان يطلع طعمه حلو، تاكليه كده من غير ما تشمي فيه اي ريحه زفاره نهائي. هتقلبيه برضو كل شويه بحيث ان هو برضو ما ياخدش لون جامد منك او يتحرق منك. بالشكل كده بالظبط بالراس بتاعته بالكبده بتاعته بكل حاجه. هتحط كده ميه على النار، طبعا لازم الميه تكون بتغلي، ما تحطهاش طبعا تكون بارده، لازم الميه بتاعتك تكون بتغلي. تحط كده فصين من الحبهان ورقه من اللورة، وانا كنت برضو حاطه فصين من الحبهان وورقه من اللورة وانا بشوحه في السمنه. هتستنيه لحد ما تغلي كده غلوه واحده بس، وتروحي مهديه النار على الاخر عشان يطيب على نار واطيه مش نار عاليه. شايفين اللهم بارك الشوربه بتاعته زي العسل. طبعا ممكن ياخد معاكي ساعه على النار، وده على حسب برضو حجم الارنب. ممكن الارنب يكون كبير ياخد معاكي طبعا كميه كتيره على النار، ممكن الارنب يكون صغير. انا الارنب بتاعي كان صغير والله في الوقت ده، فما خدش يمكن ساعه على النار، ساعه الا ربع برضو على نار واطيه. انما انت لو الارنب كبير طبعا سيبيه يستوي براحته، وطبعا انت اكيد عارفه السوا بتاع الارنب ازاي. هتمسكي كده اللحمه بتاعت الارنب بين ايديكي، لو تلاقيها اتفصعت معاكي بسرعه يبقى كده خلاص تمام. هتحطي الحله بتاعتك على النار. طبعا احنا نطبخ ملوخيه خضراء، عايزه تطبخي ملوخيه خضراء براحتك، عايزه تطبخي ملوخيه ناشفه براحتك. هتحطي طبعا كميه شوربه على قد الملوخيه بتاعتك، ما تكتريش شوربه. ولو الملوخيه عايزه بعد كده شوربه تاني يبقى حطي لها. تغلي غلوه كده الملوخيه تروحي نازله في فصين من الثوم او 3 فصوص من الثوم عشان تديها كده ريحه حلوه، وتحطي لها نص معلقه من الكزبره. دي اول خطوه احنا هنعملوها في الملوخيه، لسه في خطوات تانية طبعا هنعملوها فيها زي ما انتوا شايفين كده. برضو هتقلبيها كويس معاكي بحيث ان انت لو لقيتيها كده تخينه شويه تحطي لها شويه شوربه. انا بقول لك برضو في الاول ما تكتريش الشوربه عشان تقدري تتحكمي في قوام الملوخيه بتاعتك. بص اللهم بارك، هو قوام الملوخيه كده اللهم بارك كده تمام. خلاص كده ما تخليهاش برضو تغلي معاكي كتير عشان ما تسودش معاكي. اللهم بارك كده خلاص الارنب خلاص استوى على الاخر. هتبداي تطلعيه طبعا من الشوربه عشان ما يتهريش معاكي، هتطلعيه طبعا كله. وبعد كده عايزه تصفي الشوربه دي عشان تبقى رايقه ما فيهاش اي خضار او اي ريحه او اي بهارات. صفيها، لو مش عايزه تصفيها خلاص هو كده كده الحاجات دي كلها هتبقى راكسه من تحت، وانت عادي هتاخدي الشوربه بتاعتك مش من غير ما يطلع فيها اي حاجه. طبعا الراس بتاعت الارنب دي بيقولوا عليها ان هي فيها طبعا علاج كتير، فاللي مش عايز طبعا يرميها خليها طبعا حلوه. دي الكبده بتاعت الارنب برضو. طبعا الست البيت ما تشيلش اي حاجه، طبعا لازم كل حاجه كده تطلعها من الشوربه. كده احنا طلعنا الارنب اللهم بارك، والشوربه زي العسل والشوربه تقيله. خلاص كده هنبدأ بقى نعمله الخلطة اللي هتخلي طبعا تودي الأرنب في حتة تانية خالص. حطيت 3 معالق من الصلصة، أو لو عندك طماطم عادي ممكن تسويها على البوتاجاز وبرضو تخلطيها وتعمليها برضو بنفس النظام. حطيت فيهم نص معلقة من الفلفل الأسود وربع معلقة كده من الزبدة ورشة بسيطة كده من الكزبرة. هتبدأ تغلفي كده الأرنب بتاعك بالخلطة اللي احنا عملناها دي، هتودي الأرنب في حتة تانية خالص، وهتخلي ريحته بصراحة تملى المكان. هتخلي ريحته تحفة وهتخلي ريح طعمه تحفة، بس جربيها ان شاء الله وهتعجبك خالص خالص. هتخلي كده الأرنب من تحت ومن فوق كله عشان كله كده يصيل الخلطة الحلوة اللي احنا عاملينها دي.
هتحطي كده طاسة على النار، هتحطي فيها برضو معلقتين من السمنة البلدي، هتنزلي بالارنب بتاعك. طبعا تحاولي على قد ما تقدري ان الارنب ما ياخدش لون زايد منك او الارنب يتحرق معاكي، فتخلي بالك وانت بتحمريه ان هو ياخد لون حلو، عشان احنا الخلطه اللي احنا عاملينها دي هتسرع من ان هو يحمر بسرعه معاكي، فهتخلي بالك ان هو يطلع كده تحفه معاكي ولونه محمر مش محروق واخد لون حلو. هتخلي بالك طبعا منه، هو هيحمر بسرعة معاكي، مش هياخد أي وقت خالص. حاجة كده تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. شايفين الأرنب تحفة، ريحته خطيرة، طعمه تحفة. الخلطة اللي احنا عملناها له دي ودته في حتة تانية. خلاص هتحمر الأرنب بتاعك، هتطلعيه من الطاسة وهو سخن كده، هترش عليه رشة من الفلفل الأسود بالملح، هتوديه في حتة تانية خالص. هي تكة حلوة، هي يعني بسيطة بس بتديه بصراحة طعم تاني. هتحطي الطاسه بتاعتك على النار، برضو فيها معلقه من السمنه البلدي، دي الطشه اللي انا هعملها للملوخيه. هتحمري الطشه بتاعتك كويس، هي لا تبقى حمرا خالص ولا تبقى بيضه، تبقى كده وسط الشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط. هتروحي طشها على الملوخيه، الله على ريحه الطشه، هتودي الملوخيه بتاعتك في مكان تاني، ريحه وطعم. شايفين اللون بتاع الملوخيه خطير، والطشه شايفين اللون بتاعها عسل تحفه. اللهم بارك. شايفين عملنا شويه رز كده بالشعريه تحفه، والارنب اتحمر خلاص وبقى جاهز اهو على الاكل. اللهم صل على النبي. لونه تحفه، مش واخد لون زياده. الفلفل اللي احنا حطيناه له بعد ما طلعناه على طول من الطاسه اداه ريحه تحفه. اللهم بارك. لو عجبك كده الفيديو لايك للفيديو، تعمل اشتراك للقناه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي هنا في القناه. واشوفك على خير وصفات تانية احلى واحلى باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.